النهاردة فيلم شوجان ويدنج بياخدنا للفلبين في جزيرة خاصة، وبتظهر بنت جميلة لابسة فستان، وبتيجي أمها تقول لها كنت فين يا دارسي؟ لا بس تريح دقيقة، هو ده مش مسموح. قالت لها مش في يوم زفافك. اسألها عن جونزيلا وهو العريس، وبتقول لها توم مش جونزيلا يا ماما، وبتقول لها كان لازم تاخدي من فلوس أبوكي عشان تعملي فرح أحلى من ده، وتقول لها يا أمي إحنا كبرنا وعايزين نعمل فرح على مزاجنا بفلوسنا إحنا. وهنا بيشوف حارس الريزورت واحد بيطلع على المركب وبينقل شنط عليها، فبياخد مسدسه وبيروح له وبيقول له اقف عندك، فبيتخض الراجل وبيقع من على المركب في الميه، وبيقول له افتكرتك قرصان، وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له دي عشان عروستي. قال له اه عشان افاجئها. وبيقول له هو انت مش المفروض تكون هناك في حفلتك؟ فبياخد باله وبيجري، وبتيجي ست وتخش الفرح وهي بتغني، وبتكون ام العريس وبتقعد ترغي ومحدش فاهم منها حاجه، وبتجيب هديه للعروسه وجوزها بيصورها وهي بتفتح الهديه. وبيركب توم مع واحدة أنقذته عشان يلحق الفرح، وبتقول له عروستك واقفة مع أمك وأمها، فبيتخض ويقول لها طب يلا بسرعة. وبتفتح الهدية بتلاقي سكاكين مصدية، وبتقول لها ده بيجيب الحظ كويس، وبيجي أبوها وبتسلم عليه، بس ما بيجيش لوحده، بيجي مع حبيبته. وبيجي العريس وهو مستعجل ومش قادر يصبر، وبيتريق ابوها على المكان وانه مليان حشرات واهتزازات، وانه لو كان خلاها تساعده كان حجز لهم في الفور سيزون احسن. وبتقول له مش كل حاجه فلوس يا بابا، وبيسالها هو في امل ان ابوك يحبني في يوم من الايام؟ قالت له لو اتصرفت على طبيعتك اكيد هيحبك. وبتساله كنت فين وليه شعرك مبلول؟ فبيقول لها يعني كنت بعوم على ضي القمر. قالت له انت وقعت في الميه، وقالت له ان الموضوع جميل انك ما بتعرفش تكذب، بس وعدني انك ما تسيبنيش لبقية اليوم. بس يا دوبك وعدة من هنا وحد خده من هنا على طول. وهم في الحفلة بتيجي طيارة هليكوبتر قدام الناس، وبينزل منها الاكس بتاع دارسي واللي ابوها عزمه على الفرح، وهي طبعا ما كانتش عايزة. وبتعتذر من توم وتقول له انا معرفش انه جاي ومعزمتوش، بس قال لها لا قشطة عادي. وبيجي يحضنها عادي قدام جوزها، والحياة زبادي بالخلاط، وتوم واقف كيس جوافة. وبتعرفه على توم وعلى شغله كلاعب كرة ديدي اللي هي كرة البوسبول، وابوها اللي بيكرهه بيقول له انه عاطل. وهنا دارسي بتقول خطبة للجميع، وبيجي الدور على توم، بس اللي كتبه كله باظ من المية. بس يظهر انه كان محتاج الورق فعلا لانه بوظ الدنيا، وقال انه بيتمنى جوازه ما يكونش زي جواز ام دارسي وابوها اللي انتهى طبعا بالفشل. وبيضحك، وطبعا بتقطع دارسي وبتاخد منه المايك، وبيتكلم الاكس بتاعها وبيقول عنها كلام جميل وكويس. وبيرجع توم مع دارسي للاوضه وبيحاول يجهز للي كان بيعمله قبل كده، وبتقول له سيبك من اللي انت بتعمله ده وتعالى. يقول لها قشطه بس اخلص بس اللي في ايدي. بس في الاخر بيستسلم توم، بس بيعكر عليها بسؤاله عن خطيبها وليه فسخت الخطوبة رغم انها وافقت على الجواز. فقالت له انها صحت تاني يوم وحست انه لأ مش هينفع اتجوزه. وبتخش امه وتقول لها انه ما ينفعش يناموا مع بعض قبل ليلة الجواز عشان ده بيجيب الحظ السيء. وبتجهز العروسة، بس بتقول يظهر ان في حاجة مش صحيحة، وبتبعت رسالة لخطيبها وبتقول له محتاجين نتكلم. وهنا بيظهر ناس ومعاهم أسلحة وبيجهزوا نفسهم تقريبا لعملية كبيرة. وبيقابل توم خطيبته وهو خايف لا يحصل معاه زي ما حصل مع خطيبها الأولاني، وهي بتقول له إن ليلة امبارح كانت سيئة ومش عايزة تبدأ يوم الزفاف بالشكل ده. وبيقول توم الحمد لله أنا افتكرتك عايزة تلغي الفرح، وخصوصا إن إحنا كنا بنتخانق كتير الفترة اللي فاتت، بس بيتخانقوا برضه عشان كانوا عايزين فرح أحسن من كده. والمعازيم كلهم بيقلقوا عشان العرسان مش موجودة وبيدوروا عليهم، وبيتخانقوا المرة دي جامد، وبترمي الخاتم بتاعها وبيمسكوا توم كويس. وبيصرخ كل المعازيم لما شافوا ناس معاهم سلاح بيجروا ناحيتهم، وبياخدوهم كلهم ناحية حمام السباحة. وبيجي توم وبيشوف كل اللي بيحصل، وبعد كده القراصنة بتخلي المعازيم كلهم ينزلوا في حمام السباحة، ورئيس القراصنة بيقول لهم ما تخافوش لو سمعتوا الكلام كل حاجة هتكون تمام. وبيقول لهم كل واحد بيسمع اسمه ويرفع ايده، وبيعلق بطاقات لكل واحد مكتوب عليه اسم، وبيسأل عن العروسة والعريس، وبيقولوا عارفين هي دي المشكلة انهم ممكن يتصلوا بالبوليس، ولو البوليس جه كل واحد هيموت. وبيقول للرجالة بتاعته يدوروا عليه. وبيجري توم ناحية دارسي وسامعها بتصرخ، فبيفتكر العصابة بتعمل فيها حاجة، بس هي بتصرخ عشان مش عارفة تقلع الفستان. فبيحاول يقول لها تفتح عشان يبلغها ان في عصابة وانهم في خطر، وهي طبعا في عالم تاني وزعلانة منه وفاكرة انه جاي يصالحها. وبيخش توم ويقول لها تسكت عشان في قراصنة بره وانهم اخدوا المعازيم رهينة، وبيحاولوا يلاقوا مساعدة، بس طبعا التليفونات مقطوعة والنت برضه. وفي قرصان بره بيحاول يخش، وهم بيحاولوا يفكروا ازاي يقدروا يضربوه. وبيخش الراجل ومعاه السلاح وراح ناحية الدش اللي شغال، وبيرمي توم عليه الشبكة، ودارسي بترش بالسبراي بس بترش على توم. وبيضرب الراجل توم ودارسي وبيربطهم في بعض وبياخدهم للزعيم في العربية.
وبيطلب القرصان من أبو العروسة إنه يتصل بزميله عن طريق القمر الصناعي ويحول 45 مليون دولار لحسابه الشخصي. وبتحاول دارسي تاخد سيجارة من الاتنين اللي خاطفينها ورايحين بيها للزعيم القراصنة، وبيولعوا لها السيجارة فعلا، فبتروح مولعة في راسه وبينط من العربية. وبيفضل توم ودارسي في العربية مش عارفين يعملوا حاجة. بتروح العربية ناحية المنحدر وبيحاولوا يخرجوا منها وبيخرجوا فعلا، بس فستان دارسي شبك والعجل يشدها ناحية المنحدر، بس بيشدها توم كويس وبيتقطع الفستان وبتروح العربية واقعة. بيسمعوا ضرب نار فبيجروا بسرعة ناحية الغابة، فبيوقفهم واحد من القراصنة بس بيتعاملوا معاه، وبيقعوا وبيتخبط الراجل على الصخرة وبتسأله دارزي إذا كان مات ولا لأ. وبعد كده بيكملوا الطريق وبيحاولوا يلاقوا مخرج، فبتقول له أنا أخدت القنبلة دي وممكن تساعدنا. بيقول لها يا حبيبتي أنا مش عايزك تقلقي، بس القنبلة دي ما فيهاش دبوس، فامسكيها كويس عشان ما نتفجرش كلنا. فبتقول له طب أعمل إيه، أرميها؟ فبيقول لها أنا خايف إنك مش هتقدري ترميها بالسرعة والمسافة كافية اللي هتخلينا ما نتفجرش. فبيقول لها خطة عشان يقدروا يتخلصوا من اللي هم فيه ده، بس هي بتكون خبت الموبايل بتاعها في حاجاتها الشخصية وبتطلعه وتقول له يلا ندور على مكان فيه شبكة ونطلب المساعدة. وبيمشي توم ودارتي في الغابة مع بعض وبيحاولوا يلاقوا شبكة، وبيتجادلوا برضه في أي حاجة. وبتقع دارتي وبيخاف توم لحسن تفلت القنبلة، وبتقول له أنا ماسكاها كويس. وبتلاقي مكان عالي وبتقول له لازم نروح هناك. وبيطلعوا البرج العالي وبتلاقي فيه شبكة في الموبايل، وبيجي لها نوتيفيكيشن كتيرة طبعا بعد ما الشبكة جت للموبايل. فبيكتشف القراصنة مكانهم وبيضربوا نار ناحيتهم وبيقع الموبايل من ايدها، وبينزلوا من البرج عن طريق النزلية الجميلة دي، وبترمي القنبلة اللي كانت في ايدها طول الوقت على الرجالة اللي كانت بتضرب عليهم نار. وبينزلوا في الاخر بطريقة كلها شياكة، وبيروحوا ناحية حمام السباحة ويلاقوا القراصنة كلها هناك، وبتشوف امها هناك وقد ايه انها اتغيرت بعد ما انفصلت من ابوها، وانه كان فرحتها وكان كل حاجة في حياتها. وبيروحوا على المطبخ عشان يدوروا على سكينة يفكوا بيها نفسهم، بس بيقعدوا ياكلوا هناك. وهما بيحاولوا يقطعوا الربطة بمكنة القطع بيجرحوا ايد توم بالغلط وبيطرطش دم عليهم، فبيغمى عليها على طول. بتخش واحدة من القراصنة وبتلاقي العروسة مغمى عليها، وبيجي توم ويضربها ويفضلوا يضربوا في بعض، وبيكسب توم في الاخر. ودارتي بتقول له افتكرتك سبتني، قال لها مستحيل. ويحاولوا يدوروا على اي وسيله مساعده، بس بيلاقوا مارجي مستخبيه في القبو وتقول لهم تعالوا بسرعه، وبينزلوا في القبو وبتساعد دارسي توم في الجرح بتاعه. ومارجي بتقول انا مش عارفه القراصنه عايزين مننا ايه، جم السنه اللي فاتت وسرقوا الغرف في 20 دقيقه ومشوا. وبتقول لها دارس القراصنه كانوا هنا السنه اللي فاتت وخلتينا نعمل فرحنا هنا. قالت لها ما توم عارف كل حاجه. فبيقول لها مبدئيا كده محدش مات السنه اللي فاتت، وكانت فرص ان الموضوع ده يحصل تاني ضئيله جدا. وبتبدا الخناقه تاني ما بينهم على انه دايما متخوف من كل حاجه، وبتحصل فعلا اللي بيتخوف منه. وبيقول لها وانت خايفه انك تكوني في العلاقه دي بشكل كامل عشان خايفه انك ممكن تخسري حاجه. وبيفضحوا نفسهم قدام الناس. وبيجوا القراصنة المكان اللي هم فيه، وتوم بيطلع يقول لها ان كل ده غلطته وهو انه لازم يصلح اللي عمله ده بنفسه. وبيقول لها خليكي هنا، وبيحط المكتب فوق فتحة المكان اللي مستخبين فيه، وبيسلم نفسه للقراصنة. وبيسألوا عن درس العروسة وبيقول لهم معرفش، وبيقول له انت ما بتعرفش تكذب. وامه بتوافق وبتقول فعلا هو ما بيعرفش يكذب. وبيقول توم حاجة للقراصنة خلته يضربه. وتوم بيسحب الدبوس اللي كان في الكارت بتاعه وبيهدد بيه شون خطيب دارسي سابقا. وبيتفاجئ الجميع من اللي بيحصل، وتوم بيقول لهم شون هو اللي أجر القراصنة دول عشان ياخدوا فلوس روبرت أبو العروسة. وشون بيقول له تمام انا ما اقدر اللي انت فيه عشان انت غيران، بس الحقيقه انا راجل كويس، وكل اللي بتعمله ده عشان كان بيني وبين دارسي شيء مميز. قال له بجد؟ طب ليه زعيم القراصنة ضربني لما قلت له لا مؤاخذه روح نام مع جدتك، وانا قلتها باللغه الباليه، وان القراصنة دول مش محليين وانهم من بالي، وان كل ده متخطط ليه بالفعل. وبيضرب شون توم وبياخد السلاح من القرصان، وتوم فرحان بيقول لهم شفتوا قلت لكم. وبيسقف شون لتوم وبيقول له اخيرا عملت اعمال بطوليه. وبيسألوا عن دارسي هي فين وبيقول مش عارف، فبيضرب توم. وبياخد شون حبيبة روبرت معاه الطيارة وبيروح يدوروا على دارسي. وبتيجي دارسي ومعاها السلاح بس بتواجهه ناحية توم، وبتقول له انا متضايقة منك جدا انك جبتنا هنا في الجزيرة دي، بس انا كمان غلطانة اني ما قلتلكش اني خايفة من الجواز، واني لو قلتلك اني خايفة ممكن اخسرك، وانا ما ينفعش اخسرك، انا محتاجاك. وبتوجه دارسي السلاح ناحية ابوها وامها وبتقول لهم اعتذروا لتوم عشان انتقدتوا الفرح الجميل ده، وانكم ما حسستوش انه مرحب بيه في العيلة. وبيعتذروا بسرعة من توم عشان حسوا ان بنتهم اتجننت. وهنا الراجل اللي ولعت في راسه بيمسكها وبيقول لهم كل واحد في حمام السباحة بسرعة، وبيبلغ الزعيم ان العروسة موجودة معاهم. وهنا ابو العريس بيقول لهم ان شون وحبيبة روبرت مع بعض في الموضوع ده، وبيوريهم فيديو كانوا صوروا وهم مع بعض. ورئيس القراصنة بيقول لشون انا عمال بخسر في الرجالة بتاعتي وبلغي الاتفاق. تروح حبيبته تخليه يفقد الوعي وترمي رئيس القراصنة من الطيارة، وبيتفاجئ من حبيبته واللي عملته وبتقول له احنا اللي هنخلص كل حاجة. وتوم بيقول يا جماعة الوقت مش مناسب، بس ممكن دي آخر فرصة لينا عشان نعمل الفرح. وروبرت بيقول للعصابة لو سبتونا نعمل الفرح هحول لكم الفلوس. وفعلا بيعملوا الفرح في حمام السباحة والكل بيغني. وفجأة توم ودارسي بيضربوا العصابة، وبتاخد دارسي منهم القنبلة وبتفك الدبوس بتاعها، وانهم لو ضربوها كلنا هنتفجر ونموت.
واحد بيجري بسرعة وبيضرب عليهم نار من بعيد، بس كارول أم توم بتاخد السلاح من الأرض وبتدور الضرب فيه، وتوم بياخد عصاية بيقول لدارسي تحدف القنبلة وبيرميها بالعصاية لأنه المفروض لاعب بيسبول محترف، وبتروح القنبلة للراجل وبيتفجر في ساعتها. وبيجري توم ودارسي عشان يشوفوا حد يساعدهم، وفعلا بيثبتوا الحارس اللي كان بيحرس سفينة القراصنة، وبيركبوا المركب اللي كان عاملها توم مفاجأة لدارسي في أول الفيلم، وبيحاول يقول لها إنه كان نفسه في فرح مثالي عشان ممكن يخلي حياتنا مثالية برضه. بس شون بيقطع كلامهم وبيضرب عليهم نار، وتوم بيضرب عليه نار برضه لغاية ما الطلق خلص وبيضربوا بعض بالعصيان. وبتجري بسرعة دارسي ناحية المركب وبينط توم معاها وبيتسوقها بسرعة، وبيحاول شون ينط على المركب بس بيقع في المية، بس بيلحق الحبل اللي في المركب وبيطلع على المركب معاهم، وبيحاول يضرب نار على توم بس ما بتجيش فيه، وبيبتدوا يضربوا في بعض، وبيتشعلق توم وشون في المظلة، وبتيجي حبيبة شون في الهليكوبتر وبتضرب نار على دارسي، بس توم بينزل عن طريق النزلاية اللي كان نازلها قبل كده، واستخدم باروكة كانت دارسي اديتها له قبل كده عشان يخلي باله منها. وبينزل توم لدارسي ولسه حبيبة شون بتضرب عليهم نار، وبتقطع دارسي الحبل بتاع المظلة وبيطير شون والمظلة ناحية الهليكوبتر، وبيبقى عجينة والهليكوبتر بتقع في المية. وهنا بعد ما خلصوا كل الاكشن بتطلب دارسي من توم انه يتجوزها، ويقول لها متأكدة يعني مش خايفة، فبتقول له انا مرعوبة بس الحياة دايما هتكون فوضوية وعايز اكمل الحياة دي معاه، وبيحضنها على الكلمتين الحلوين دول، وبيتجوز توم ودارسي في الجزيرة في وسط احتفالات العيلة. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. لو عجبك ملخص الفيلم وعايز تشوف ملخصات تانية دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. اشوفكوا تاني في ملخص فيلم جديد.